لو انت بتشتغل فريلانسر وعندك مشكله انك مش عارف تسوق لنفسك، تعال اقول لك على 5 حاجات بسيطه جدا وتحت رجليك، بس انت مش راضي تاخد بالك منها. بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا سيدي، بعد ما عرفت انت ناوي تشتغل فريلانسر في مجال ايه واتعلمت له خلاص، دلوقتي جه اوان ان الناس تشوفك وتشوف شغلك، وده هيكون من خلال ال5 خطوات اللي هقول لك عليها. اول حاجه، خليك موجود على كل الديجيتال بلاتفورمز، فيسبوك، تويتر، انستجرام، لينكدين، وده عشان لما يدوروا عليك يلاقوك بسهوله. وخلي دايما ليك ايدنتيتي او هويه الناس تعرفك بيها، ومن خلال كل المنصات دي هتبدا تعرض شغلك. تاني حاجه، الكونكشنز، لازم تكبر شبكه علاقاتك. في احصائيه عملتها شركه كبيره في تطوير وتدريب الموظفين مع لينكدين بتقول ان 85% من الوظائف اللي موجوده حاليا بتكون عن طريق الريكومنديشنز. فليه تضيع كنز زي ده من ايدك؟ الورد اوف ماوث يا صديقي واحده من وسائل التسويق اللي ما بتكلفكش فلوس، لكن بتعتمد على مجهودك وثقه الناس فيه. ومع كل عميل بتعمل له شغل، خليه يعمل لك ريفيو على حسب المنصه اللي بيستخدمها، وبعد كده استخدمه كوسيله تسويق ليك. وتعلم تعمل شو كويس، لان ده جزء من تسويقك لشغلك. ثالث حاجه، الحدوته. الناس دايما بترتبط بالحدوته، وفرج الناس على بداياتك وما تتكسفش. الناس هتحبك اكتر لما تشوف قد ايه انت اتطورت في شغلك من خلال قصتك. رابع حاجه، اتعلم من منافسينك، واللي مهم يكون بينك وبينهم علاقه كويسه، ولو حتى مفيش، شوفهم وشوف شغلهم واعرف نقاط القوه والضعف عندهم عشان تقدر تطور من نفسك. ولما تعرف نقاط القوه اللي عندك قويها وظهرها اكتر في شغلك. خامس حاجه، اعمل لنفسك بلوج او موقع لو تقدر، ولو ما تعرفش عليك وعلى جروبات الفيسبوك، دي فيها كنز كبير. طب هتعمل ايه بقى بيه الجروب ده؟ استخدمه في تعريف الناس بيك وبافكارك، وابدا علم الناس دروس بسيطه في مجال شغلك. ومع الوقت هتبدا تظهر اكتر على جوجل لما الناس تعرفك وتعرف اسم البراند بتاعك. ومش محتاج اكد عليك ان الموضوع ده محتاج صبر ومجهود. انت عامل زي اللي بيزرع زرعه، واكيد مش هيحصد في يوم وليله. وبس يا سيدي، دول كانوا اهم 5 خطوات من وجهه نظري عشان تبدا تسوق لنفسك كفريلانسر. ولو انت فريلانسر وعملت حاجه تانية غير اللي قلت عليهم، اكتبها لي في الكومنتس عشان نستفيد منها. وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.